50,000. قلت له يا عم مفيش مشكله هاتهم. خدت 50,000 من واحد، لعبت بيهم خسرتهم. دخلت بقى على السايبر بقى، بعت البلاي ستيشن والشاشه، لعبت بيهم خسرتهم. لحد ما جه واحد تاني برضو من الناس اصحابي، دخل السايبر كبير في السن وبس بيجي يفرض على نفسه شويه، يلعب كوره، يلعب مش عارف ايه كده يعني. لقى البلاي ستيشن مش قاعد. قلت له والله اصل في بلاي ستيشن بايظ وفي بلاي ستيشن تاني، وانا عاوز اعمل ديكور واعمل بتاع، بس الدنيا مزنقه معايا، تخش معايا شريك؟ قال لي يا عم اخش معاك شريك، والله انا من زمان نفسي اخش معاك شريك بس مكسوف منك. طب انت ايه اللي الدنيا هتبقى ازاي؟ قلت له يا عم بالنص، وانت يا عم امسك السايبر. خلاص انا بقيت ايه يعني عاوز اي فلوس. فهو طبعا طمع، قال لك ده السايبر جاهز من مجاميع، انا هجيب يا دوب البلاي ستيشنات والشاشات وهدفع معاه النص كده كده. النص اللي اديته عرض مغري يعني، قلت له هتديني 70,000 وتجيب انت البلاي ستيشنات ويبقى كله بالنص، بس ايه هتمضي لي على وصل الامان. قلت له يا عم مفيش مشكله، امضي لك على وصل الامان مش فارق معايا. لعبت بال 70,000 جنيه خسرتهم. طب اعمل ايه تاني؟ كل حاجه اتباعت، اعمل ايه تاني؟ اخر حل معايا ان انا ابيع السايبر. الراجل الشريك اللي في السايبر طبعا قاعد في السايبر مش عارف ابيعه، فمراته كانت تعبانه، قال لي انا هروح مع المدام الدكتور وهشوف يعني عشان تعبانه وكده، فهسافر معاها ياخد يومين دكتور في بلد تانية، هسافر معاه وارجع. فاشوف هو توقف حد في السايبر، لو انت المعاه اللي كنت بتشغلهم تشغلهم، ولا انت توقف في السايبر. قلت له لا انا هوقف في السايبر بس لحد ما اشوف فيها حد. وفعلا وقفت في السايبر، وقفاني في السايبر كله وعم بفكر ان انا ابيع الاجهزه دي بكام. رنيت على واحد من الراجل كان بيشتري من الاجهزه، قلت له انا بصفي السايبر كله عايز ابيعه. المهم صفيت 50 جهاز بيعهم كلهم، قلتهم بحوالي حاجه 27,000 جنيه. 27,000 جنيه شحنت بيهم وخليتهم على الايميل، وخدت برضه قلت ابيع بقى كله خلاص. خدت الشاشات والبلاي ستيشنات طلعت بيهم على بتاع البلاي ستيشن، اشترى مني الشاشتين والبلاي ستيشن كده. السايبر ما فيهوش حاجه. رحت ايه قافل السايبر وشحنت، طلعت فوق العب. 27,000 جنيه بتاعت الاجهزه، وحوالي 17,000 الشاشات على البلاي ستيشنات، حطيت كله على بعضه وشحنت. المهم خسرتهم. نسيت كل الناس وجيت افكر في اللي شريكي في السايبر ده، هيجي يلاقي السايبر فاضي، هيجن، ده ممكن يعمل معايا مشكله. فخلاص دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه، انا متورط. رحت القاهره، قعدت في الشارع بفكر في مراتي وابني، بفكر في الفلوس اللي عليا من كتر البيات في الشارع. ما مش عارف، انا مش عارف يعني مش عارف اقول لحد اديني فلوس، او ما معيش مواصلات انا خلاص. فمش عارف اعمل ايه تاني. انام شويه على القهوه، شويه مش عارف فين، شويه مش عارف فين، هدومي وسخت، اخش ابيت في الجامع، الراجل بتاع الجامع يمشيني. انا مش عارف نفسي انا بعمل ايه، انا بقيت مغيبب، مش مصدق اللي انا فيه ده. بقى كل تفكيري دلوقتي مراتي وعيالي، مش بفكر بقى في الفلوس اللي عليا. الناس طبعا في البلد اصلا خلاص خربت الدنيا. طب انا هسد ده ولا هسد ده ولا هسد ده ولا هسد ده؟ قعدت بقى في الشارع زي المتسولين. ما خلاص بعت التليفون الصغير اللي معايا ده، ما كانش يجيب فلوس اصلا، بعته ب 70 جنيه ولا مش عارف 100 جنيه، وجبت بيهم اكل. وكان داخل علينا رمضان، قعدت شهر رمضان ده كله في الشارع. كنت اصوم، وفي ناس في الشارع بتيجي قبل الفطار توزع وجبات ولا اي مائده رحمن اروح اكل فيها، هي الاكله دي وافضل قاعد فيها كده لحد ما خلص رمضان. هديت شويه وقلت ان ايه، انا ادور على شغل واروح اجيب عيالي وربنا يشوف الدنيا فيها ايه. ففي واحد صاحبي يعني اتعرفت عليه انا في الجامع، فانا حكيت له يعني، بيقول لي احنا عايزين واحد طيب زيك يشتغل بواب في عماره ويكون معاه عياله. قلت له يا اخي انا ممكن اجيب عيالي واشتغل بواب، مش شغلانتي، عايز اشتغلها بس عشان خاطر يبقى سكن، عشان السكن بس. قلت له مش في سكن؟ قال لي اه في سكن، وتمسح عربيه للعماره، تمسح مش عارف ايه، تجيب طلبات للناس في العماره وتاخد فلوس وكده، والدنيا كويسه يعني. قلت له يا عم ماشي. صاحب العماره ده عنده كذا عماره يعني كذا برج، مسكني العماره اللي انا فيها ومسكني عماره تانية في وشها، بقوا عمارتين. الراجل جه فجاه كده في شهر من الشهور لما اتقدمت شويه في الشغلانه، بيجرن عليا يقول لي لم الايجارات اللي في العماره دي، ولم الايجارات اللي في العماره دي وهاتهم لي المكتب. دخلت تاني في قصه فلوس، لميت اول شهر لميت 21,000 ايجار، لسه ما لميتش العماره التانية. خدت بعض على السايبر، لعبت ب 5000، خسرت ال 21,000 كلهم. فكرت ان في عماره تانية، لميت الايجار ورحت طالع على السايبر، رحت شحنت بيهم كلهم، فعوضت الايجار بتاع العماره دي ورجعت الايجار بتاع العماره دي، وكسبت 10,000 جنيه زياده. خدت نفسي. الراجل صاحب العماره دي كان عامل جمعيه خيريه
في ناس بتلم فلوس من الجمعيات للجمعيه الخيريه دي، وبيجوا يدوها للحج صاحب العماير دي. فالناس دي لموا مبلغ حوالي 10000 جنيه او 7000 جنيه. طبعا راح اودي الفلوس للحج بتاعت فلوس الجمعيه دي، الجمعيه الخيريه، وانا في جيبي ال 10000 جنيه. معدي كده لقيت نفسي اوتوماتيكي كده دماغي بتقول لي خش يا بطل بال 10000 جنيه دول، العب بيهم، وصلهم 50000 ولا حاجه. دخلت بقى بال 10000 جنيه خسرتهم. رحت لاعب بال 7000 جنيه بتوع الجمعيه خسرتهم. الراجل بيرن عليا، لميت الايجارات، اقول له لا لسه ما رميتش. لميت الايجارات لسه ما رنيتش. كنت انا جاي له محمد في الدور الثاني ما دفعش الايجار، فهو بالصدفه معدي بالعربيه بيسلم على محمد، فبيقول له انا بعت لك الايجار مع منتصر من الاسبوع اللي فات. فهو اول ما قال له كده بقى رحنا عليا، قال لي تعالى لي المكتب، قال لي انت خدت الايجار من محمد وخدت الايجار من علي ومن احمد وتقول لي ما خدتش. امال فين الفلوس؟ قلت له انا امي تعبانه وبتموت، قصه بقى وبتعمل عمليه. عملت له فيلم وكذب بقى وتمثيليه. صدق، قال لي ان كان امك وتعبانه زي ما انت بتقول مفيش مشكله، بس انا عاوز اروح ايه، ازور امك. انا قلت له امي في القاهره في مستشفى القصر العيني، وعملت له فيلم بقى وعاوز عمليه قال لي ان كان كده مفيش مشكله، انا اروح ازور امك واعمل لها اللي هي عاوزاها، اي تكاليف عاوزها انا مفيش مشكله، بس ما كنتش كذبت عليا وكنت صرحتني وهي مفيش امي ولا في اي حاجه. يلا بينا بالعربيه نروح نشوف امك. انا في الحته دي اتكهربت. في جيت يلا بينا دي لقيت الشيخ بتاع الجامع جاي للحج. يا حج منتصر اداك ال 7000 جنيه بتاعت الجمعيه؟ راح باصص لي كده قال لي كمان ال 7000 جنيه بتاعت الجمعيه؟ دي فلوس ناس، دي جمعيه خيريه. قلت له انا